تواجه الجزائر فضيحة سياسية جديدة تتعلق بتورط خالد تبون ابن الرئيس عبد المجيد تبون في قضايا فساد وتأجيل المحاكمات لفترة طويلة. وفقا لمصادر خاصة من وزارة العدل، كشف المؤثر الجزائري أمير دي زايد عن تفاصيل مقلقة حول قضية كمال شيخي المعروف بكمال البوشي التي طالت العديد من الموقوفين بتهم فساد. كما أوضح دي زايد أن هؤلاء الموقوفين لم يحاكموا منذ 7 سنوات في ظل تأجيلات متكررة وإيقاف الإجراءات القضائية، وقد أرجع ذلك إلى محاولة تجنب محاكمة خالد تبون في القضية، حيث تشير المصادر إلى أن هناك محاولة لضمان عدم محاكمته أو تقديمه للمحاكمة مرة أخرى. هذا الوضع جعل العديد من الأشخاص يظلون في السجون بدون محاكمة لسنوات طويلة، مما يطرح تساؤلات حول التدخلات السياسية في سير العدالة. إن هذا الوضع يفضح حقيقة النظام القضائي الجزائري، حيث يفترض أن يكون العدالة هي الأساس، لكن الأحداث الأخيرة تبرز غياب استقلاليته وحياديته في التعامل مع الملفات الكبيرة في ظل تورط أقارب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظام الكبرانات.